فينا العشرة وهذه المرة بعد غياب ماشي طويل لأول مرة عاد إليكم من جديد. البارح وانا كنتسركل في انستغرام بحال اي شاب مغربي عاطل عن العمل فجأة طلع لي هذا الفيديو. وكانت هذه هي الرياكسيون ديالي. هنا جاوني بزاف ديال التساؤلات، واش الانتخاب الطبيعي خلق لينا شي نوع جديد من الكائنات ولا هذا شي هجوم من الالينز ولا ياك ما تكون شي مؤامره. داكشي علاش لبست النظاره ديالي ودخلت ندير الابحاث العميقه ديالي. هنا اكتشفت الظهور ديال واحد الكائنات جديده، واحد الكائنات اللي كيتسماو بالفان بويز. كما العاده بلا مقدمات وبلا مؤخرات ندخلوا في الفيديو. دابا نتوما تكونوا كتسائلوا مع راسكم شنو هما هاد الفان بويز. بكل بساطه الفان بويز هما فيرسون 2.0 ديال اول حاجه غادي ندويو عليها هي اللبس ستيل ديال الفان بويز. وباش نختصرها عليكم ونجيكم من الاخر، هاد الكائنات الكيوت الزويونين تيلبسوا حوايج مبنتين اكثر من البنات دامساوس. بلاتي كيفاش كيوت وزويونين شفتو بحال عجبوك وخاصك برو. دابا بيني وبينك شوف هذا قول لي واش ولا لا. واو حبس مال الهدف خضر. طب من جيل صعب شي واش شتي يلا هو سير فحالك خليني نكمل خدمتي. كما ديجا قلت لكم هادو ولاد الناس يتميزوا باللبس ديالهم البناتي اللي غالبا تيكون على شكل شي كوسبلاي بحال شي قنيه مثلا. brother what's that brother. ولكن حذاري ما تسمعوش لبس بناتي تقولوا اي واحد لابس حوايج ديال البنات راه فين بوي. لا 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 لا، اللبس ديال الفين بوي فيه واحد الخصائص اللي تختاروا بعنايه فائقه، واهم وحده فيهم هي هاد القشر اللي طوال بحال لوطورود وفيهم خطوط بحال ديال الحمار الوحشي، وضروري يكونوا طوال حيت تيخدموا بحال لونطين اللي تيكونيكطاو به مع لي فون بوي الاخرين. وهاد القشر تيكون فيهم بزاف ديال الالوان كل واحد ولا الشيليق. البينك وانس مثلا تيزيدوا لك 10 ديال البوينتس في الكيورنس، وكاين عندهم علاقه كبر بالغموض والاكتئاب. غالبا تيلبسهم فاش يتفارق مع البوي فريند ديالو. تكشبيله تولي ولا عندك لبسات القد شنولا. تكشبيله تولي ولا عندك لبسات القد شنولا. تكشبيله تولي ولا عندك لبسات القد شنولا. من بعد ما سالينا مع التقاشر دابا غادي ندوزو لاهم حاجه في اللبس ديال الفان بوي واللي هي الصايه. الصايه تعتبر اكثر من مجرد لباس عادي. الصايه بحال اللي قلتي هي الايدنتيتي كارد باش تنفرقوا ما بين الفان بوي والانسان العادي. خويا حبس عليا هادشي هذا ضرني في راسي. عرفت شنو غادي نديرو؟ صبر انا نجيب لك واحد العينه من قلب الحدث هو غادي يشرح لنا مزيان. اييه واخا. مرحبا متابعينا الكرام ومرحبا بكم في البرنامج ديالكم العزيز. في البرنامج ديالنا اليوم غادي نستضيفوا واحد الضيف اللي سخون بزاف، بغيت نقول زعما اللي خالق ضجه كبيره. اليوم الضيف ديالنا هو مستر لوبيا. مستر لوبيا مرحبا بك. سلام. واو هاد الاستوديو عندكم زوين فيه الضواء وحبيتو. واخا مرحبا بك مستر لوبيا وشكرا للقبول ديالك للدعوه ديالنا. السؤال ديالي باش نبسطوا للساده المشاهدين، شكون انت وشنو كتعني لك الفان بوي؟ فان بوي هي الفايب فهمتيني، هي تكون كيوت وزويون ورطيط بحال شي مارشميلو. هي فاش كتكون كتحس براسك من الداخل بحال شي قطيط صغير خاصك تعبر على داك الاحساس وصافي فهمتيني. قطيط صغير واخا ماشي مشكل. اذا الفان بوي هي حاله نفسيه اكثر من انها مجرد مظهر خارجي. الفان بوي هي بجوج. الفان بوي بحال الويفي، خاصك الاشاره تكون داخله فيك لداخل زي القلب والروتور يكون برا. في حوايج الا ما كانوش بجوج ما كاينش الكونيكسيون. اشاره الويفي داخله فيك لداخل وانا اللي غادي تنبغي نقدم اعتذاري للساده المشاهدين على هذه اللحظات الانفعال اللي كنت فيها دابا. نرجعوا لك دابا مسيو لوبيا، بزاف الناس تيقولوا عليك انك جاي، شنو الرد ديالك على هذه الانتقادات؟ ويلي هذا جاي الا باقي شي واحد تيفكر بحال هكا شنو عليكم.
نو بالعكس هي الطبيعه الانسانيه، خاص يكونوا كاع الرجال كاملين يكونوا بحالي زويونين وكيوت ويلبسوا الغوز. شنو هو كيفاش كاع الرجال يكونوا بحالك ويلبسوا الغوز؟ حبس عليا هاد الحبس هذا، حبس صافي مابقيتش انا باغي نكمل. نوض قاعد عليا انت، خرج. المهم علاش انا كنكون وصلنا لافان ديال لا فيديو. وعارف هذا الفيديو كان قصير، ديروا كوم بروف بانني مابقيتش غادي نغيب عليكم بزاف. الا عجبكم الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب. بيس.